ساب نيويورك واشتغل في ولايه تانية، والحياه اتحسنت وبقى معاه فلوس وبقت الدنيا كويسه، بس ما كانش بيحس انه بيعمل اللي هو عايزه، بيحس ان دي مش حياته وان ده مش حلمه ولا شغفه. عشان كده بيقرر يرجع ويسافر مصر تاني ويعافر على حلمه، وفعلا بيرجع يشتغل كام حاجه منهم لما تامر ساب شوقية، ودي اول حاجه اشتغل واللي كان مفيد ليه قدام، وهقول لك كان مفيد ليه بعدين. هو اصلا ممثل مسرح وممثل مسرح كتير، وكان بيشتغل في اعلانات كتير، والاعلانات كانت ناجحه جدا، منهم اعلان حكيم واللي كان قادمني اديتهم كل حاجة وهم استغنوا عني، هم استغنوا عني. واعلان عمرو دياب تعالى تريت تت تت معدي الناس باحساسك وبالرقه اللي جوه عينك وده اللي قلقه انه يتعرف كنجم اعلانات، عشان هو كان عايز يبقى نجم سينما ويتحط في الحته دي. عشان كده بيقرر يوقف اعلانات حتى لو ده هيأثر عليه في الشغل، واشتغل برضه في تعالى اشرب شاي في الناس اللي بتقدم المقدمه بتاعت البرنامج.